السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الوثائق اللي خاصك تجمعها باش تجدد رخصة السياقة ديالك، سواء انتهت الصلاحية، ضاعت ولا تسرقات. أول وثيقة هي الشهادة الطبية، كتحصل عليها من طبيب معترف به، وخاصها ما تفوتش 3 شهور من تاريخ التسليم. يعني مني تاخد الشهادة خاصك تدفع الملف قبل ما تسالي المدة. تاني حاجة، 2 تصاور ديالك. قل للمصور بغيت تصاور ديال رخصة السياقة، حيت تصاور البيرمي ماشي بحال تصاور البطاقة الوطنية ولا جواز السفر. وثيقة ثالثة هي رخصة السياقة القديمة، إلا كانت مازال عندك حتى لو كانت منتهية الصلاحية خاصك تجيبها معاك. رابعاً، نسخة من البطاقة الوطنية، وخاص البطاقة تكون سارية المفعول، ما تكونش منتهية. خامس وثيقة، وصل أداء 400 درهم، كتخلصها في الخزينة العامة للمملكة ولا شي وكالة معتمدة بحال بريد كاش أو وفا كاش، وكيعطيوك واحد الوصل تجمعه مع الملف. أما اللي طاحت ليه رخصة السياقة أو تسرقات خاصو يجيب تصريح بالضياع أو بالسرقة. إلا كنتي ساكن في المدينة تمشي للكوميسارية، وإلا كنتي في القرية أو خارج المجال الحضاري تمشي للدرك الملكي. مني تجمع هاد الوثائق كتمشي تدفعها في البريد بانك، بريد كاش ولا أي وكالة معتمدة لتجميع الملفات. مني كتدفع الملف كيعطيوك وصل مؤقت صالح ل60 يوم يمكن لك تسوق به. أما الرخصة الجديدة فكتكون واجدة غالبا في شهر حتى لشهر و10 أيام. كانت هذه هي الوثائق المطلوبة لتجديد رخصة السياقة. نتمنى تكونوا استفدتوا. إلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وتخليوا لنا تعليق جميل وتشتركوا في القناة. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.